رابطة ضحايا الإخوان النهارده هيكون فيها ليها عاملة مؤتمر صحفي دلوقتي بتتكلم عن ضحايا مكتب الإرشاد. نتابع هذا المؤتمر. ليسلبها من الشباب ومن حتى الموجودين في وظائف، يبقى في مفاضله ان ده اللي يترقى وتتملي المحليات زي ما اتملت بالكوادر الاخوانيه، في نوع من تسلل في شرايين الدوله والمؤسسات حتى يحكموا القبضه. لو اتاخرت العمليه بتاع 30/6 دي سنه بالتاكيد كنا هنشوف منظر للدوله القرمطيه تاني اللي هي قعدت على حدود البحرين 500 سنه. فعلا يعني هم لما قالوا 500 سنه مش جزافه، وانا قلتها لهم في الفضائيات قبل كده، الاخوان لو قعدوا السنتين هيقعدوا زي الدوله القرمطيه 500 سنه. ده مع حمد رزق. فحتى قال لي يا نهار ازرق قرمط، احنا دخلنا في القرمط. المهم سؤال، لماذا الثوره مستمره؟ ده سؤال بقى انا كتبت فيه مقال. ليه دايما احنا شايفين مشهد الثوره قائم؟ لانه الثوره بتقوم على نظام وله رموز وله فلسفه وله اليات، ثم تفاجئ ان النظام ده مشي وفي حريفه بيقفزوا في الاواخر فيصطفوا في المشهد الجديد يعملوا نظام جديد. الثوار بعد ما التقط الانفاس يبصوا كده، الله، مش هم دول اللي احنا عملنا عليهم الثوره من كام شهر؟ يلاقيهم هم في الحكم. لان لديك اخطبوط في من التابعين للامريكان وبيعرفوا يجيبوهم كويس، لديك اخطبوط من النظام القديم وبيعرفوا يجيبوهم كويس. ولذلك انت لا تفاجئ عن حديث عن المصالحه واللي بيقوده الاخ التخين ده شويه، زياد بهاء الدين تقريبا، بيشتغل ايه ده؟ نائب رئيس وزراء باين، مش كده؟ وشؤون اقتصاديه، وبيكلمني في مصالحه، وهو امبارح بيكلمني في قانون تظاهر، وانا طلعت له قبل كده قلت له يا زياد يا بهاء الدين بقولها لك، اما بطلتش تتكلم في موضوع المصالحه مش تمشي من منصب نائب رئيس الوزراء، تمشي من مصر كلها. لان ده ترديد لصدى صوت امريكي مقصود بيه تكئه لقدام شويه، انه اما ان السلطه تقبل بضغط المصالحه وبالتالي تفقد مصداقيتها مع الشعب والسيسي يتحرق. ليه؟ لان اللي قالوا عشان خاطر يا مصريين انزلوا يقصد خاطره عشان الوطن، ادوني تفويض عشان الارهاب. يبقى منين انت واخد تفويض من الارهاب ومنين انت بتجري تعمل مصالحه؟ ادي نمره واحد. نمره اتنين، اذا ما استجابش يبقى قدام شويه وارد جدا تجد اعلان عن ميلاد ان شاء الله 15-20 نفر كده في حته في الصحراء، واحفظوا الكلام اللي انا بقوله ده، يقول لك ميلاد الجمهوريه الاسلاميه الجديده. ثم شويه لابسين لبس جيش، ما انت مش الزي اللي بيتمسك كل يوم ده كله بيتمسك، تسرب منه شويه، والجيش المصري الحر بتاع الدوله الاسلاميه. ثم لبس شرطه والحرس الثوري الجديد، وهم كلهم 1000 واحد ولا 2000 واحد، ويبقى ده الذريعه للتدخل. ما انت ما عملتش مصالحه، فعايز يفسر لك ان القصه بقى فيها سلطتين، الارض بقى فيها سلطتين مش فيها سلطه واحده، وبقى فيه هناك تنازع. ولذلك انا لما بهاجم انا فاهم ان الهدف منه انه يحرق الرمز اللي هو بقى عند المصريين انه منقذ، وانه جاء في لحظه فاصله ينقذ هذا الوطن، في انه منين انت بتقول عايز تفويض حارب الارهاب ومنين انت بتتصالح مع الفصائل الارهابيه؟ طب منين انت يا عم زياد جاي تروج لي موضوع الصلح مع الفصائل الارهابيه؟ هتتصالح مع مين؟ هي ما كانتش عركه في خماره وبعدين الناس بتبوس على راس بعض وبتعمل صلح. لا، وانا بستعمل تعبير السادات ده على فكره، عركه في خماره ده كان دايما يقوله الرئيس السادات. لكن هي الفكره فكره تنظيم مناوئ للدوله، عايز يفرض منهجه على الدوله. هذا التنظيم المناوئ للدوله رموزه ارتكبت جرائم بتحاكم، اللي هيقعد يتفاوض معاك المفروض رموزه. طب انت هتقعد معاهم تتفاوض ازاي؟ ما انت هتتفاوض مع مين؟ فهمني. ده تنظيم ليه راس وليه ايدين، وهم دول اللي بيتفاوضوا عنه، دول مرتكبين جرائم، دول انت بتحاكمهم. يبقى بتهرج لما تقول لي ان انا بتكلم في موضوع مصالحه.
طيب من الضغط الامريكي اللي جاي الاقي له صدى من الرجال الامريكان في مصر اللي بكل اسف ما زالوا موجودين في الحكومه المصريه. وانا يعني اتفهم كراجل سياسه، اتفهم وجود يعني بعض عناصر الامريكيه في الوزاره انه يعني رساله للامريكان احنا ما ملصناش منكم قوي.